أهلا بكم في مناقشة معمقة جديدة. النهاردة هنغوص شوية في مقتطفات وآراء عن كتاب مايند هانتر. الكتاب ده لجون دوغلاس العميل الفيدرالي، اللي يعتبر الأب الروحي لموضوع تحليل شخصيات المجرمين العنيفين ده، أو زي ما بيقولوا البروفايلينج. أهلا بيك. والكتاب ده فعلا مميز، هو بيفتح لنا شباك كده على عالم غريب شوية. بالظبط. المصادر اللي معانا بتورينا طبيعة الشغلانة دي، وإيه اللي خلى واحد زي دوغلاس يبقى رائد فيها، وكمان يمكن الأهم التمن اللي دفعه. هو فعلا استثنائي، مش مجرد بيحكي قضايا وخلاص، لأ، ده بيحاول يدخل جوه عقل المجرم نفسه. يعني ما كانش بيكتفي بالأدلة المادية بس، لأ، ده كان بيحاول زي ما تقول كده يعيش الجريمة بعقل اللي ارتكبها. امم الكلام اللي بيتقال عنه في الإشادات دي بيخليه يبان زي شارلوك هولمز كده. بيقولوا بيوصل لاستنتاجات مبهرة قوي. فاكرة الحكاية بتاعت إنه توقع إن القاتل في قضية تريل سايد كيلر بيتكلم بتأتأة، أيوة أيوة، القصة دي مشهورة. أو إنه يعرف لون عربية مشتبه فيه. طب إزاي الكلام ده بيحصل؟ هل هي عبقرية خارقة كده وخلاص، ولا الموضوع ليه أساس علمي؟ شوف، هو ده اللي فعلا يخلي الواحد يقف عنده. دوغلاس نفسه كان بيوصفها إنها عملية استنزاف ذهني عنيف جدا. كان بيحاول يدخل في دماغ القاتل ودماغ الضحية كمان، إزاي بناء على مسرح الجريمة، على الأدلة السلوكية اللي بيلاقيها. الموضوع ما كانش حاجة خارقة يعني، بس هو تمرين مكثف قوي في اللي ممكن نسميه التعاطف الموجه، كله مبني على مبدأ بسيط بس عميق جدا: السلوك بيعكس الشخصية. يعني هو مش بيخمن تخمينات عشوائية، ده بيركب بازل نفسي نقدر نقول. بالظبط كده. هو كان بيركز على مفهومين مهمين قوي عشان يوصل للشخصية دي: الMO اللي هو أسلوب العمل، والسيجنتشر أو التوقيع. تمام، إيه الفرق بينهم بقى؟ بصي، الMO ده الطريقة العملية اللي بينفذ بيها الجريمة. يعني مثلا يكسر الشباك إزاي، بيستخدم سلاح نوعه إيه. الحاجات دي ممكن تتغير، ممكن المجرم يطورها مع الوقت يبقى أشطر، أو يغيرها عشان ما يتكشفش. مفهوم، زي أي حد بيتعلم ويحسن طريقته في أي حاجة بيعملها. تماما. إنما بقى السيجنتشر أو التوقيع ده حتة تانية خالص، ده بيعكس الحاجة النفسية اللي جواه، الخيال القهري بتاعه اللي بيحققه من خلال الجريمة دي. يعني ده جزء من شخصيته هو؟ بالظبط، ده جزء أصيل منه، وغالبا ما بيتغيرش. ليه؟ لأنه هو الدافع الحقيقي، هو اللي ورا الجريمة. يعني ممكن مجرم يغير طريقة دخوله للبيت، ده MO. لكن لو هو عنده هوس قهري مثلا، إنه يرتب حاجات الضحية بشكل معين، ده توقيع هيفضل يعمله، ليه طيب؟ لأنه بيلبي حاجة نفسية عميقة جواه. فهم التوقيع ده بقى هو ده المفتاح لفهم هو ليه عمل كده أصلا، مش بس إزاي عملها. فهمت. التوقيع ده هو البصمة النفسية اللي ما بتتغيرش. بس الواحد يتخيل الشغل بالعمق ده مع جرائم بالبشاعة دي، أكيد الموضوع ده ليه تمن غالي. المصادر بتتكلم عن ضغط الشغل مش طبيعي. ضغط لا يمكن تتخيله. يعني بيقولوا إنه في فترة كان مسؤول لوحده تقريباً عن حوالي 150 قضية مفتوحة في نفس الوقت. 150 قضية لوحده؟ تقريباً لوحده، أيوة. وكان بيسافر أكتر من تلف أيام السنة. الموضوع ده طبعاً ليه جانب مظلم جداً، وده بان قوي لما انهار تماماً. انهار ازاي؟ وقع في غيبوبة وهو بيحقق في قضية الجرين ريفر كيلر في سياتل. الموضوع كان خطير لدرجة إنهم كانوا خلاص بيرتبوا إجراءات نقله عشان يدفن في بلده. يا ساتر، للدرجة دي؟ أيوة، ده بيوريكي التكلفة البشرية الفادحة لما حد يقرر يغوص في العقول اللي زي دي. الموضوع مش سهل خالص. ومش بس الضغط الصحي والنفسي ده، المصادر بتقول كان في كمان صراع مع النظام نفسه، مع ال FBI. دي حقيقة. برغم كل النجاحات اللي حققها، كان دايماً في احتكاك، مقاومة لأساليبه الجديدة دي وقتها، والبيروقراطية بقى بتاعت أي مؤسسة كبيرة. زي ايه مثلا؟ يعني في مفارقة غريبة قوي بتحكيها المصادر، إنه تعرض للوم رسمي شديد، تحقيق داخلي تقريباً، بسبب تصريحات قالها للصحافة عن قضية جرائم أطفال أتلانتا اللي هو أصلاً ساعد في حلها. وبعدين؟ بعدها بفترة يجيله خطاب شكر رسمي عن دوره في نفس القضية بالظبط. ده بيوريك قد إيه الرحلة بتاعته كانت صعبة ومليانة تناقضات، حتى جوه ال FBI نفسه. سبحان الله. طيب كل ده بيوصلنا لسؤال مهم بقى. هل البروفايلينج ده، الشغل بتاع دوجلاس وفريقه، هل هو فعلا بيحل الجرائم؟
يعني هو اللي بيقبض على المجرمين في الآخر؟ لا، ودوجلاس كان واضح جدا في النقطة دي. قال إن فريقه مش هو اللي بيروح يكسر الباب ويقبض على الناس. دي مهمة الشرطة المحلية طبعا. أما دورهم كان إيه بالظبط؟ دورهم كان استشاري أكتر، مساعدة المحققين إنهم يضيقوا دايرة البحث، يفهموا هم بيدوروا على أنهي نوع من الأشخاص أصلاً، يوجهوا التحقيق بطريقة أذكى، وممكن كمان يقترحوا طرق عشان يستفزوا المشتبه فيه أو يوقعوه في غلطة. زي اللي حصل مع المسجون اللي اسمه تشارلي ديفيس ده. المصادر بتقول إن دوجلاس من أول مقابلة قدر يخمن تفاصيل الدقيقة عن حياته وعن آخر جريمة عملها، تفاصيل محدش كان يعرفها تقريباً. إزاي قدر يعمل كده بمعلومات قليلة قوي؟ الموقف ده بالذات بيوضح قوة المنهج بتاعه لما يتطبق صح. دوجلاس ما قراش أفكار الراجل يعني، لأ، هو حلل سلوكياته اللي لاحظها عليه في المقابلة، ربطها بأنماط هو عارفها كويس من مجرمين تانيين قابلهم أو درس قضاياهم. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلا هو استنتج إن ديفيس ده راح زار قبر ضحيته الأخيرة قبل ما يتقبض عليه بفترة بسيطة، وإنه كمان أخد صورة لنفسه معاها عند القبر. غريبة قوي دي، عرف إزاي؟ ده مش تخمين في الهوا، ده نابع من فهم عميق لسيكولوجية الندم أو الهوس اللي ممكن يبقى عند نوع معين من القتلة، وإزاي ممكن يعبروا عن المشاعر دي بطرق ملتوية زي دي. هو استخدم فهمه للنفسية دي كأداة تحليل واستنتاج قوية جداً. فعلا مذهل القدرة دي على قراية السلوك عشان توصل لأعمق الدوافع. بس في نفس الوقت تجربة دوجلاس الشخصية اللي حكينا عنها بتاعت الانهيار والغيبوبة دي بتخلي الواحد يفكر. بالظبط، هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه في النهاية. عشان نقدر نفهم العقل الإجرامي ده ونقدر نواجهه، هل لازم نقرب منه قوي لدرجة إن القرب ده ممكن يأذينا إحنا شخصياً زي ما حصل مع دوجلاس؟ يا ترى في خط رفيع قوي بين إنك تفهم الشر وبين إنك تتأثر بيه؟ وإزاي الواحد ممكن يحافظ على إنسانيته وهو بيبص جوه الهوية دي كل يوم؟ نقطة كده محتاجة تأمل فعلاً.